حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، متوسط العمر المتوقع ليسبيرونس دو في ديال المغاربة في 2020 وصل ل 76 عام. بلاتي هذا راه ماشي درس ديال الاجتماعيات، احنا مازال معكم في الثقافة المالية. كاين تطور كبير في متوسط العمر المتوقع ما بين الخمسينات ودابا. في الخمسينات كان تقريبا 43 عام، واليوم وصل حتى ل 76 عام. بطبيعة الحال هادشي كيبقى غير تقدير، والأعمار بيد الله. ولكن السؤال هو، اش كدير انت اليوم باش تضمن راحتك الماليه فاش توصل لواحد الوقت اي ما غيبقى عندك لا صحه لا جهد باش تخدم؟ الا رجعنا للامثال الشعبيه المغربيه غادي تلقى واحد المثل زوين كيقول خدم صغري الكبري. تخيل معايا دابا انت فيك جوج النسخ، انت اليوم وانت غدا. خدم على راسك اليوم باش تكون راضي على النسخه ديالك غدا، وتضمن لراسك احسن وضعيه ماليه مستقبلا. تقدر تسائل كيفاش؟ الحل هو الميزانيه. غادي تعاونك تكون رؤيه شامله على داكشي اللي كتدخل وداكشي اللي كتخسر. الا كنتي كتصرف 100% ديال داكشي اللي كتدخل كل عام، وهذا الشيء راه جاري به العمل وما خدامش، غادي يصعب عليك توجد لمستقبلك، لان كاين شي حوايج اللي كيخرجوا من الجن. مشروع كيفشل، خدمه كتمشي، المرضى الله يحفظ الى اخره. هاد الحوايج كيزيدوا يصعبوا عليك تحقيق اهدافك الماليه، خاصه الا ما كنتيش ضارب لهم الحساب. اهداف ماليه فين هما الفلوس؟ بقاو لي الاهداف. الا ما عندكش اهداف غير بدا تفكر فيهم راه ما عمر فات الفوت. يلا نبداو على بركه الله. في هذه السلسله غادي نشوفوا جميع تعريف الميزانيه والاهميه ديالها في الامان المالي ديالك على المدى الطويل في هذا الجزء الاول، وفي الجزء الثاني غادي نشرحوا كيفاش ديرها. نبداو بتعريف الميزانيه. الا جينا نشوفوا شحال المغاربه كيديروا الميزانيه وعارفين الاهميه ديالها، غنلقاو نسبه قليله. الواحد يشوف غير المحيط ديالو سواء في العائله ولا في الاصدقاء، الا كثرتي كتلقى واحد كيتقاتل غير بوحدو. هذا الشيء لما قالوا ليه قرزاز ولا زقرام وكيفشلوا حتى هو. يعني الا كنتي مازال ما كديرش ميزانيه ماشي مشكل، راك ماشي بوحدك كيف ما كنقولوا اذا عمت هانت. وفاش غتفيدك هذه الميزانيه؟ لاش كتصلح؟ الميزانيه كتعطيك صوره شامله على فلوسك. اقارن تكا عمر، المهم سميها كيف ما بغيتي، لانها كتبين لك المصاريف المحتمله والمداخل المحتمله في مده معينه، غالبا كتكون شهر ولا عام. الوسائل باش دير ميزانيه موجودين والنماذج اعطاهم الله، ولكن اهم حاجه خاصك تضبط الاساسيات ديال الميزانيه اللي هما 5. اولا المدخول النت الصافي اللي كتشد في يديك، مثلا السالير، الكرا، الربح من الاستثمارات، شي تجاره. بيني وبينك الا ما كنتيش منوع مداخيلك غير زعم وبدا تفكر، هذه هي الوقت. تقدر تقول لي ما كنتقن حتى شي مهاره، هنا حتى انا غنقول لك باللي كلشي بين يديك دابا في الانترنت، جاست جوجلت، تقدر تعلم اي حاجه انت وفاش غتلقى الشغف ديالك. ثانيا المصاريف الثابته، هما المصاريف اللي تيكونوا معروفين، فاكتورات اللي كتخلص كل شهر او كل عام، مثلا الكرا، الماء، الضوء، الانترنت، طريطه، السنديك، لا ليست طويله. هاد المصاريف سهل تبعهم حيت المبلغ ديالهم تيكون باين والوقت فاش كيتخلصوا معروف. ثالثا المصاريف المتغيره، هي مصاريف كتختلف من شهر لشهر والمبلغ كيكون احتمالي، بحال التقضيه، المواصلات، الضريبه، قهوه، شي عيد ميلاد، الماكله على برا. جبت كوكيز ما كليت والو، جيت هكاك نيشان. ايوا ندوق لا كوكيز زوين بليا بها انا. رابعا المصاريف اللي كتجي على غفله، بحال الاصلاحات في الدار، مرضى ولا شي تحنسيره خايبه الله يحفظ، بيسي وقف الى اخره. هاد المصاريف صعيب تحدد قيمتهم فاش تبغي تحطهم في ميزانيه، وهنا اهم حاجه غتزيدها في الميزانيه ديالك هي الادخار. الاساسيه 5، ضروري تستوعب القدره ديالك على التوفير، يعني غتشد المداخيل ديالك وتنقص منهم المصاريف اللي كتصرف اللي غتحط في الميزانيه. من بعد هاد العمليه غيخرج لك واحد المبلغ، يقدر يكون ايجابي كيف ما يقدر يكون سلبي. الا كان صفر ولا تحت الصفر ماشي مشكل، هنا غادي تخدم على ميزانيتك باش تصلح الوضعيه ديالك. وإلا كان العكس، يعني خرجت لك شي بركه، هذاك المبلغ سواء قليل ولا كتير هو اللي غيخليك تكتسب ثقافه التوفير. ثقافه التوفير يا ريت كون كانت عندي. ما علينا، بثقافه التوفير تقدر تجمع باش تكون صندوق الطوارئ، تستثمر، تشري طوموبيل، تشري دار، تسافر،
خلاصه خاصك تحط هاد 5 الاساسيات قدام عينيك فاش تبغي دير ميزانيه. تقدر تقول مع راسك هادشي صعيب، ولكن هادي احسن حاجه ديرها باش تضمن واحد الوضعيه ماليه وتفادى الاغلاط ديال الاستهلاك العقلاني والكريديات بلا هدف. غادي تنقص عليك حتى داك الستريس اليومي اللي كنعيشوه فاش كنبقاو نتسناو يدخلوا الفلوس. دير ميزانيه كيعني انك واعي بان انت اليوم خاصك تخدم على انت غدا، وبان انت المسؤول الوحيد على التخطيط النجاح المالي ديالك. هذا مكان دابا عرفتي شنو هي الميزانيه وشنو هما الاساسيات ديالها. في الجزء الثاني غادي نوريوك كيفاش ديرها، يعني لا براتيك. وما تنساوش بارطاجيو باش تعمل فائده.